كيف بديتي؟ احنا شباب البوم. ياخذون الهبره الكبيره، ياخذون المال، لانهم اذا بنيت علاقه معهم وبعدين اختلفت معه ممكن فهمت ينشر غسيل. اقولها لكم في امانه شديده اني سوف اقسم على المصحف الكريم اني اكون محايد. يا اخي ناصر ما يرد علي. يا اخي ايش دخلني انا؟ بعدين ترى دقيت عليه مرتين ما رد بعد. طيب الحين ايش السواه؟ وش السواد؟ ايش تبغاني اسوي له؟ اروح اداهمه ببيتهم واتله واقعد افقع وجهه؟ خلاص بسلامته، رد ما رد بسلامته. وش اللي بسلامته مو بسلامته يا اخوي؟ اكيد ان الرجال جالس يمر في ظروف صعبه. اتحداك يا الظروف الصعبه يا حبيبي. حركاته ذي قديمه. الرجال يبغى يتثقل علينا بس ما تمر علي. كله كم يوم يجي هنا يتسدح عندك في الاستراحه. لا صدقني ما غاب عبث. عبث؟ ايش قصدك يا ورع؟ والله ما ادري، بس وضعه ما هو طبيعي. في العاده يدق، يسال، يجي، يهتم. الحين ما ادري وينه. اجل اسمع، خل نراقبه، شوف ايش وضعه، وين يروح، وين يجي. والله فكره، حتى مره واحده نطمن على خوينا. حنون يا حنون. طيب بسألك الحين مثلا، يعني لو انا سحبت عليكم زي ناصر تدورون علي؟ لا احنا معطينك وجه، اكيد بندور عليك، تراك خوينا. كنت فديتك يا الحنون. اجل ذكرني اسحب عليكم كم يوم. يا اخوي متى يطلع ذا؟ خسنا في السيارة وما طلع. عطى 5 دقايق، لو ما طلع امشي. طلع هذول، طلع. لا الرحمن الرحيم، خوفتني يا اخوي. ايش فيك؟ شوف طلع هذول. كسر صوتك. خلاص الحين بندزها وراه ونراقبه. اجل امشي ورا يلا. اصبر يا ابوي. وش هالتجمع؟ لا وكلهم مطقمين بعد. عم عاد بيلعبون كورة. طيب يا ناصر، لا وبعد جايبين عموري معهم هنا بعد ولا علمنا الورع، لكن تدري شلون؟ خله علي دقيقة. ما معهم كورة. شلون يلعبون كورة ما معهم كورة؟ لا وبعد وضعهم ماش في وشوشة وخربطة وكذا. كلهم لابسين اخضر. اوه تذكرت. وشو؟ انا جايني على الواتس العصابه الخضراء تنتشر في انحاء مدينه الرياض. اتحداك. شكله انضم الى العصابه الخضراء. قم محطه. قم خلنا ناخذه نفزع معه. يا ابو الشباب، هلا شباب ايش فيكم؟ يا ابوي ايش عندك انت انضميت الى العصابه الخضراء؟ ايش صارتوا؟ ايش تقولون انتم؟ انتم يا عيال فاهمين الموضوع خطأ. شلون فاهمين الموضوع؟ شوف الله يرحم لي والديك، شغل عصابات مطاقة دبجي ودبجي، حنا ما لنا علاقة فيها، تحديدا أنا. إذا عندك ذي المشكلة قل لي عشان أزبن. يا أخوي لا تزبي ولا شيء، الشباب مجتمعين هنا عشان نسوي عمل تطوعي. تطوعي؟ إيه تطوعي. والله إني ما فهمت أنا الجملة هذه تطوعي، بس إذا فيك تفهمني فهمني. اقول اركض في ديتك يا ابوي. وش اللي تطوعي؟ طيب أنتم الحين فاضيين؟ فاضيين يا ابوي، ولا ما كان لحقناك وراقبناك؟ من جد تبون تنضمون لنا؟ رغم إني والله ماني فاهم وش الزبدة، لكن إنه ما يمنع إنه نقول إيه. إذا بيلبسنا تيشيرتات خضراء زي هذه البطلة أبد حنا ما. بالضبط، تيشيرتات خضراء. أكيد بيعطونكم الشباب ولا يهمك. أجل قدام موافقين حنا. أجل خلوني أكلم قائد المجموعة وأجيكم. تفضل. دزها يا بطل، دزها يا سنايدي كبير يا ناصر. يا ولد تطوعي. توقع بيوافق. موعد الانطلاق ان شاء الله بيكون بعد 10 دقائق من الان. انتم جاهزين؟ جاهزين. موفقين ان شاء الله. وياك. تفضل. أخوي محمد
تفضل. ودي اكلمك بموضوع. امرني يا ناصر. الله يسلمك ان شاء الله، بس في اثنين من العيال ودهم ينضمون لنا. حقيقة أنا ما أضمنهم 100%، بس ودي يتعلمون العمل التطوعي. هذه الساعة مباركة يا ناصر. أي شاب حاب يدخل معنا في العمل التطوعي احنا نرحب فيه، سواء عن معرفتك أو غير معرفتك. هذه الساعة مباركة، خلهم يجون، احنا ما راح نقصر معاهم. الله يوفقك، تسلم. حياك الله يا ناصر. اليوم إن شاء الله يا شباب بنبدأ توزيع المواد الغذائية على الفقراء والمساكين، نفس المجموعة اليمس. ونرحب بالعضوين الجديدين عامر ومحسن أصحاب ناصر. كذا عامر ومحسن. حياكم الله في مجموعة. الله يحييك. هلا بعموري. هذولي أصدقائي إن شاء الله يكونوا لنا طاقة إن شاء الله في العمل التطوعي. ابد حنا تحت امركم، اي حاجه تحتاجونها ابد كفو، اي شيء تبونه حنا تحت امركم. ما قصرت. بنساعدكم كل اللي احنا نقدر عليه من طاقات شبابيه بإذن طاقات الله. خضراء. الا يا ناصر السموحه بصراحه حنا كنا ظالمينك. انا اشهد والله ما توقعناك كذا، لكن اعذرنا والله. والله العظيم إنكم كفو، وإني ما توقعت ذا الكلام يطلع منكم. يا ابوي انت الكفو الشقردي. صدق والله حسيت إنكم بتطقطقون علي. يمنعك. لكن والله أنا أهني نفسي حقيقة فيكم، لأنكم الحين من المتطوعين. يلا دزناها يا عيال، يلا، دزناها. يلا، يلا. صدقوني يا عيال اليوم افضل يوم بحياتي. مع انه تعب وكرف، بس مساعده الناس شيء ثاني. العمل التطوعي يعطيك إحساس جميل 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 جدا. ركد يديتك يا جميل. النشبة ذا يبيك، النشبة ذا جوالي. يبيك، النشبة ذا يبيك، النشبة ذا يبيك، النشبة ذا يبيك. وش يبي ذا النشبة؟ الشايب. رد على ابوك الله يخليه لك يا اخي. يا ابوي ماني فاضي، ما تشوفني مشغول في العمل التطوعي؟ بس يا أخوي هذا أبوك، يعني يمكن يحتاجك في شيء. لا يا شيخ، انا قايل لك خالي مثلا داري ان ابوي، بس العمل التطوعي يبغى له تركيز يا عيال. هلا يبا. معليش يبا السموحة، ترى مشغول أنا والله، ما رديت عليك مرتين. مشغول عندي التطوع في كذا فريق تطوع داخل معاهم اليومين هذه. هيئة استراحة وجوله. يا يبا خلاص ولا تتغير، صار متطوع كبير ويدخل في التطوع وحركات إنسانية وحاجات كذا اجتماعية مهمة. يا يبا وش فيك؟ أنا أقول لك مشغول تقول مرني، أقول لك عندي تطوع حاجة حلوة كذا، يعني حاجة إنسانية راح تفتخر فيني فيها يبا. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شباب نبي منكم الجدية اليوم، إن شاء الله نبغى نبدأ العمل. تفضل يا خالد. يا استاذ محمد انا اعتذر منك، جاني اتصال من الاهل ابى امشي. تفضل يا خالد، هلك أولى. يا شباب العمل التطوعي وقت الفراغ فقط، اللي عنده ظروف أو مشغول في دراسة أو مشغول مع والديه الله يطول في أعمارهم يقدر يتفضل يستأذن. ايش فيك تناظر أنت وياه؟ لا أبد ولا شيء. لا بس اتوقع انك سمعته كويس، يقول يعني عمل تطوعي مو اجباري يعني. أقول اركض في بدايتك، داري إنه تطوعي. ناظر قدام، لا تنت في بوكس يمشي مليون الحين. يلا قدام أنت يا ناظر قدام. الحمد لله، الله يديمها من نعمة. اي والله الحمد لله. تعبنا اليوم تعب، خاصة انا وياك تعبنا والله، شلنا كل شيء. والله انا اللي تعبت اليوم، انا اللي تعبت وهرولت ذا الشموس. تستهبل أنت وجد. ايش سويت أنت؟ ما غير تقول لي راح يمين راح يسار وأنا اللي أسوق. صادق ما سويت شيء، انت ايش سويت؟ والله منك مطقم زي ذا.
حتى انت يا ابوي كل انت ساكت ما سويت شيء، انا اللي اسوق وانا اللي مركز بالسواقه. أنا غلطان أخذكم معي تطور. نعم. ايش بلاك يا اخوي؟ شوي وتقلط في الضحك. يا عيال جاتني فكرة بطلة للعمل التطوعي. وش الفكرة؟ وش هي؟ الحين مو احنا أكلنا وشبعنا؟ مو باقي هذاك الجزء ما حد أكل منه؟ الباقي هذا مو بنحط في الزبالة؟ اللي يحطونه في الزبالة. ليش ما نكلم بعض المطاعم يعطونا الباقي ذا اللي ما ألمس لبعض الزباين وناخذه حنا ونعطيه للمحتاجين. اتحداك كبير يا مفكر كبير. نبدأ بصحنا. مساء الخير يا شباب. مساء النور. اليوم جتنا فكرة في العمل التطوعي جدا ممتازة. الفكرة هي يا شباب هي تجميع الأكل الزايد من جميع المطاعم. أي أكل زايد من أي مطعم احنا ناخذه ونوزعه على الفقراء والمحتاجين والمساكين، واتفقنا مع عدد من المطاعم إن ناخذ الأكل ونوزعه وما قصروا. هذه فكرة محسن وعامر وناصر. ايه ابوي وش فيك انت؟ عامر انا ماني بمحسن. وانا محسن ماني بعامر. ايه صحيح قائد بس مو بتقدر تغلط في الاسامي. لكم جزيل الشكر والتقدير على الفكرة الجميلة هذه، ونتمنى يا شباب أي واحد فيكم عنده مثل الأفكار هذه يطرحها وحنا ما راح نقصر معه، راح نساعده بالعكس. بما أننا بالشهر الفضيل يا شباب، اليوم إن شاء الله عندنا تفطير صائم. احنا الشباب المتفائل بدون نية،